في كل حفلة وفي كل مناسبة تقريبا كده في شخص أول ما يخش المكان بعد 5 دقايق تلاقيه بيكلم أجمل بنت موجودة. والغريب إنه بيكرر الموضوع ده كل مرة لدرجة إن الناس ممكن تقول عليه أكيد ده غني أو مشهور أو عنده كاريزما مش طبيعية، لكن الحقيقة ولا واحدة من دول كانت السبب. كان في راجل اسمه جراهام، كان كل ما يخش حفلة يبص حواليه بهدوء من غير ما يلفت الانتباه ولا يكلم حد ولا يعمل نفسه جامد. هو كان بيعمل حاجة واحدة بس، وهي إنه يراقب، وبعد دقيقة أو اتنين بيمشي ناحية بنت معينة ويبدأ يتكلم معاها، وبعد شوية ياخدها ويخرجوا. السؤال هنا هو إزاي عرف يختارها ما بين كل البنات اللي موجودة؟ هل كان بيقرأ أفكار الناس ولا كان عنده سر إحنا مش شايفينه؟ أنا أمير ودي طاقة. الحقيقة إن جراهام ما كانش بيقرا الأفكار، هو كان بيقرا لغة الجسد، وكان عارف حاجة معظم الناس ما بتبقاش واخدة بالها منها، وهي إن لما شخص يعجب بشخص تاني فطبيعة الجسم نفسها بتتغير. والعلماء لاحظوا إن في مرحلة الانجذاب الظهر أو الوقفة بتبقى مستقيمة، والصدر بيبان، البطن كمان بتتشد، وعضلات الوش بيحصل فيها ارتخاء شوية، كأن أو كمان برضو إن الوقفة نفسها بتتغير، كأن الجسم بيحاول يقدم أفضل نسخة من نفسه. ولو أنت عايز تتأكد من كده، راقب الناس في الشواطئ وفي الأفراح، ممكن تلاقي شخص وهو ماشي وفي بنت ماشية في الاتجاه المقابل بتاعه، فبمجرد ما بيبصوا لبعض بشكل لا إرادي بتلاقي طريقة الوقوف اتغيرت والمشية كمان اتغيرت والثقة زادت. بس بمجرد ما بيعدوا من جنب بعض بتلاقي الجسم رجع لحالته الطبيعية تاني. لكن لو فاكر إن الراجل بس هو اللي بيعمل كده فأنت غلطان، لأن البنت كمان جسمها بيتغير بس بطريقة مختلفة. فالراجل بيحاول يبان إن هو أقوى، أما البنت فبتحاول تبان إن هي أكتر أنوثة، فبتلاقيها مثلا بتميل راسها، تعدل شعرها، تكشف رقبتها وتبين المعصم بتاعها، وكل ده من غير ما تقصد. وكمان لو خدت بالك راقب كده عالم الحيوان، هتلاقي مثلا الطاووس بينفش ريشه والطيور بتغني وترقص كأنهم بيقولوا أنا أفضل اختيار. فإحنا كمان كبشر بنعمل كده بس بطريقتنا، مرة باللبس، مرة بالبرفيوم، ومرة بطريقة الوقفة، لكن في النهاية الهدف واحد. بس كل اللي احنا قلناه دوت مش هو السر، لأن السؤال الحقيقي هو مين اللي بيبدأ اللعبة أصلا. خليني أسألك سؤال، مين في رأيك اللي بياخد أول خطوة في التعارف؟ معظم الناس هتقول الراجل. ليه؟ لأن هو اللي بيروح، هو اللي بيبدأ كلام، وهو اللي بيطلب رقم التليفون، صح؟ بس الحقيقة لأ، أنت شايف الراجل وهو بيتحرك، لكن أنت شايف آخر خطوة، أما أول خطوة فبتبقى حصلت قبلها بدقايق وبتبقى من شخص تاني، وهو البنت. في أغلب حالات التعارف البنت هي اللي بتبدأ بس بطريقتها، هي مش هتيجي تقولك تعالى كلمني، بس هتبعتلك إشارات، لو فهمتها هتقرب ولو ما فهمتهاش ولا كأن حاجة حصلت. لكن هنا في نقطة مهمة كتير جدا مننا بيفهمها غلط أو ما بيبقاش واخد باله منها. مش معنى الإشارات اللي هي بتبعتها إن هي خلاص قررت إن هي معجبة بيك، بس في أوقات كتير بتكون اختبار، هي بتشوف أنت هتتصرف إزاي، هتفهم الإشارات ولا لأ، هتندفع ولا لأ، هتبقى واثق في نفسك ولا لأ، هتتصرف بطريقة تخوفها ولا لأ. يعني من الآخر إن الإشارات دي مش دعوة مفتوحة، هي ممكن تبقى اختبار، ولو عديت الاختبار في إشارات تانية بتبتدي تظهر، ولو ما عدتش الإشارات اللي كانت قبل كده هتختفي في ثواني. وده بالظبط اللي كان جراهام بيعمله، ما كانش بيتحرك مع أول ابتسامة بيشوفها، بس كان بيستنى وبيراقب وبيشوف الإشارات وبيجمعها، ولما يلاقي الإشارات مناسبة بيبتدي يتحرك. وده الفرق ما بين نوعين من الرجالة. في راجل ممكن يخش مكان تلاقيه بيكلم أي واحدة من غير ما تبعت له إشارات أو أي حاجة، فبتلاقيه بيكلمها، بس في أغلب الأحيان بيترفض لأنه أصلا البنت ما اديتوش دعوة إن هو يجي يكلمها، فبتلاقيه أول ما بيترفض ممكن يروح لبنت تانية وبنت تالتة وهكذا، بيبتدي يجرب معاهم، ودي بتعتمد أكتر على الحظ. بس في ناس تانية أو نوع تاني من الرجالة، وهو إن هو بيستنى وبيراقب، ولما يلاقي الوقت المناسب والإشارات المناسبة واتجمعت كلها مع بعض بيبتدي ياخد الخطوة ويتكلم. لكن هنا في مشكلة كبيرة معظم الرجالة بتقع فيها، وهي إن هم بيفهموا الإشارات غلط أو بيقروا الإشارات دي غلط،
فمثلا ممكن البنت تبتسم لواحد مثلا بتجامله، هو يفهمها على انها اعجاب، او تبص له بصه يفتكر ان هي مهتمه بيه، او مثلا تكلمه باحترام يفتكر ان هي مهتمه بيه وعايزه تتعرف عليه والكلام ده كله. بس الحقيقه ان الحاجات دي ونتيجه ان هم الرجاله بيفهموا الاشارات دي غلط او بيقروها غلط، فبيقعوا في مواقف محرجه كتير، وبيبقى الموضوع مش كويس خالص. والعلماء قالوا ان الرجاله بتقع في الخطأ ده ليه؟ لان هرمون التستوستيرون عندهم اكتر من الستات كتير، وده اللي بيوقعهم في المشكله دي. ليه بمعنى اصح او اوضح؟ لان الرجاله بتفكر من منظور جنسي اكتر عكس البنات، فممكن يفهموا اشارات بسيطه زي دي على انها اشارات تودد وانجذاب واهتمام والكلام ده كله، لكن في الحقيقه ما بتبقاش كده خالص. ليه؟ لان لغه الجسد عمرها ما كانت اشاره واحده، هي مجموعه اشارات بالظبط زي البازل. انت لو معاك قطعه واحده مش هتعرف الصوره كامله، لازم يبقى معاك القطع كلها وتجمعها مع بعض بطريقه معينه عشان تكون لك الصوره كامله. فعمر ما لغه الجسد كانت من اشاره واحده او نظره واحده او ابتسامه واحده او الكلام ده كله. طيب السؤال هنا، ايه هي القطع دي اصلا؟ وايه هي المراحل اللي بنمر بيها في مراحل التودد والانجذاب؟ العلماء قالوا ان في 5 مراحل بيمر بيها الشخصين مع بعض في بداية التعارف بتاعهم. تعالوا نتكلم عنهم واحدة واحدة. أول مرحلة وهي مرحلة النظرات، هي اللي بتبدأ الأول، تبتدي تبص له لغاية ما هو ياخد باله. أول ما هو ياخد باله فهي تبتدي تودي وشها بعيد. وطبعا زي ما قلت قبل كده إن الحركة دي البنت بتحتاج تعملها للراجل العادي 3 مرات، وللراجل اللي هو فهمه بطيء شوية 4 مرات، والراجل اللي هو مش نافع نفسه خالص بتعملها 5 مرات. ودي تعتبر أول مرحلة. بس خد بالك، حابب أكد إنها مش من أول مرة تبتدي تفهمها ان هي اعجاب، لازم تتكرر كذا مره، ودي بتبقى اول مرحله. اما المرحله الثانيه مرحله الابتسام، مش ضحك ولا اي حاجه، هي مجرد ابتسامه خفيفه توجهها ليه بصوره سريعه جدا وبتبتدي تودي وشها الناحيه الثانيه، كانها بتقول له اشاره ان هي مرتاحه ومفيش مانع اننا نتكلم. اما المرحله الثالثه وهي مرحله الاستعداد، اللي هو ايه؟ هي مثلا تبتدي تعدل شعرها، تبتدي تقعد بقعده مستقيمه شويه، تظبط الهدوم بتاعتها، والراجل نفسه بيبدلها نفس الكلام، بتلاقيه برضو قاعد كده ظهره مفرود، بيعدل الهدوم بتاعته، ممكن يفتح كاميرا الموبايل ويبص فيها، يبص يشوف شكله والكلام ده كله. بعد كده بتيجي المرحله الرابعه اللي هي اروح ولا لا. بيبتدي الراجل بقى يبتدي يفكر اروح ولا لا، وبعد ما بياخد الجرأة خلاص ويقرر ان هو يروح، يبتدي يسألها اسخف سؤال عرفته البشرية، اللي هو واحنا اتقابلنا قبل كده. بعد كده بتيجي المرحلة الخامسة. طبعا يعني السؤال نفسه اللي هو احنا اتقابلنا مع بعض قبل كده او احنا اتقابلنا قبل كده ديت مش الغرض منه حاجة غير ان هو بس يكسر حاجز الرهبة او التحيز او الحذر او الكلام ده كله، مجرد بس هو سؤال عادي عشان يبتدي يفتح معاه كلام ويبتدي يتكلموا. فبعد ما يبتدي يتكلم، يعني اللي انا اقصده ان مش السؤال نفسه هو اللي فتح الباب، لا، الاشارات اللي قبل كده، ومجرد ان السؤال ايا كان بقى، مش شرط تسال السؤال ده بالذات بالظبط، اي كلمه انت هتقولها تمام خلاص، طالما في اشارات قبل كده فاي كلام خلاص انت الباب اتفتح وانت هتبتدوا تتكلموا مع بعض. اما المرحله الخامسه والاخيره هي مرحله اسمها مرحله اللمس. لو في ارتياح وفي انجذاب ما بين الطرفين، فبيبتدوا الطرفين ياكدوا على بعض الشعور ده. ازاي؟ يعني مثلا ممكن تلاقيها بتسلم عليه، وممكن هما بيتكلموا كده تستغل اي موقف وتبتدي مثلا تلمس دراعه، تلمس ايده بحركه خفيفه، وبتعملها مره او مرتين عشان تاكد على ان اللمسه دي مقصوده مش حاجه كده جت صدفه. والراجل نفسه لو هو طبعا بيبادلها نفس الاعجاب والكلام ده كله، بيبتدي يعمل نفس الحركات عشان ياكد هو راخر ان هو فعلا بيبادلها نفس الشعور، وان هما الاثنين زي الفل يعني ومهتمين مع بعض والكلام ده كله. فلو خدت بالك ان كل اللي حصل دي، كل الاشارات دي كلها والحاجات دي كلها حصلت قبل ما حد ينطق بكلمه واحده، يعني في 3 خطوات حصلوا قبل ما الراجل يبتدي يروح وهو اللي يتكلم وياخد الخطوه بتاعته. فالخلاصه ان في حاجه مهمه عايزك تعرفها معايا، وهي ان مش بعد ما تشوف الحلقه دي تبتدي تنزل الشارع وتشوف اي بنت بتبص لك تفهمها على انها معجبه او انها بتبتسم لك تفهم انها مهتمه بيك.
هي ممكن تكون البنت بتجاملك مش مهتمة، ممكن مثلا بتعدل شعرها عشان الهوا بوظه، ممكن بتبتسم لك برضه كمجاملة ومن باب الأدب والاحترام من غير أي حاجة. فأنت ما تفهمهاش على كده. وده برضه اللي بيأكد عليه علماء لغة الجسد، إن لغة الجسد أو قراية لغة الجسد بشكل عام ما بتعتمدش خالص على إشارة واحدة، لازم تبقى مجموعة إشارات وموجودة في السياق بتاع الحوار عشان تقدر تحكم على الصورة بشكل كويس. وكمان لغة الجسد ما تستخدمهاش عشان يعني تكشف بيها الناس أو الكلام ده كله، لأ، لغة الجسد أنت تفهمها أو تعرفها عشان تشوف الإشارات وتبتدي تجمعها مع بعض عشان تبتدي تقرا المنظر بصورة كاملة. يعني ما تستخدمهاش عشان تحكم على الناس، مش معنى إن حد يعمل حاجة معينة فأنت خلاص بقى عرفت لغة جسد فأنت بتحكم عليه وخلاص بقى بطريقة معينة، لأ خالص. لغة الجسد معمولة عشان تكشف إشارات معينة تبتدي تبني عليها موقف أو صورة كاملة، مش معمولة عشان تحكم على الناس. وفي الحلقة الجاية هنتكلم عن أشهر 13 إشارة البنت بتعملهم لما تعوز تقرب من راجل. أنا أمير، شكرا إنك وصلت للآخر. لو المحتوى ده عجبك ما تنساش تشترك في القناة. سلام.